قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد فقد انقضى رمضان. كل واحد فينا الآن حياته أو صحيفته إن كان ربنا تقبل منه جهده في رمضان يبقى أنت الآن صفحة بيضاء على أمامك. هتملى هذه الصفحة بعد رمضان بإيه؟ أنت دلوقتي كأنك مولود من جديد. إن ربنا تقبل منك ما فعلته في رمضان هتبدأ بداية جديدة مع ربك ومولاك. إزاي؟ هتبدأ في هذه الصفحة البيضاء إيه؟ هنرجع تاني زي رمضان اللي فات واللي قبله ولا هتبقى بداية جديدة تماما طاهرة نقية مع الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنصلي في التراويح سمعنا القرآن كله اتعرض على قلوبنا 6236 آية 6236 معجزة اتعرضوا على قلبك. معقولة 6236 معجزة ما غيروش قلبك ما تغيرش من القرآن اللي انت سمعته. انقضى رمضان وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. خدوا بالكم يا اخوان اللي بيتسحب مننا ده عمرنا. نهاية رمضان يبقى في سنة عدت غير اللي قبلها. انا مش بقول لك ان انت دمك بيتسحب منك، انا بقول لك ان عمرك بيتسحب منك. مش بقول لك ان دمك بيتاخد منك نقطة ده انت عمرك بيتسحب منك ساعة. انا بقول لك ان صحف الوقت بتغلق لن تفتح الا يوم القيامة. انت كل ايام بتعدي عليك بيتقفل صحيفة هذه الاعمال في هذه الايام ولن تفتح الا يوم القيامة. هتفتح على ايه؟ هتفتح هذه الاعمال على ايه؟ كل اثنين وكل خميس بيتقفل لك صحيفة اعمال ولن تفتح يوم القيامة. انت عايز خزنة اعمالك لما تتفتح تلاقي فيها ايه؟ مجوهرات، كنوز، ذنوب. تلاقي فيها ايه؟ يا اخواني نفس العمر اللي خده الامام احمد بن حنبل وعمل فيه المسند 30,000 حديث نور للدنيا كلها. كتير خدوا نفس العمر عملوا بيه ايه؟ هنموت على الدنيا. ليه؟ اللي هيموت على الدنيا هياخد ربع متر زيادة في مساحة قبره
اخواني في الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. اوعى تبقى زي المرأة اللي قعدت تمسك ثوب فتلة لغاية ما عملت الثوب وبعد كده شدته من فتلة بوظت الثوب كله، قطعت كل اللي عملته تاني. اوعى بعد ما صمت وصليت وتصدقت، اوعى بعد ما مليت صحتك بالاعمال الصالحة، اوعى تفسد اللي انت عملته باسلوب تاني. يا اخواني المية الطاهرة ممكن لو الكلب فيها يعني شوية مية مش نظيفة ممكن تبوظها كلها، تفسدها كلها. اوعى الاعمال الصالحة اللي ملت صحيفتك في رمضان ربنا يتقبل تفسدها المعاصي بعد رمضان. اوعى تضيع اللي انت عملته في رمضان، اوعى تهد اللي انت بنيته في التراويح وفي التهجد وفي الاعتكاف للي احتاجك بفضل الله. اوعى تهد اللي انت بنيته في الليالي الوترية والليالي الزوجية. اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان بنظرة حرام. اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان بمال حرام. اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان بقطيعة رحم. اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان. حافظ، انت لو دلوقتي خارج من المسجد لقيت واحد بيقول لك انت رزقت ورث مليون جنيه او ورثت برج 10 ادوار، هتحافظ عليه قد ايه؟ يقول ده المستقبل بتاعي. طب انت دلوقتي لو كسبت مليون حسنة في رمضان هتحافظ عليهم قد ايه؟ هتحافظ على حسناتك قد ايه؟ قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني شهر الصيام اضمن لمستقبلك من مليون جنيه رصيد معاك في بنك. يعني اسبوع قيام اضمن لمستقبلك من 5 تبراج بتملكهم. يعني ذكر لله او ختمتين للقران اضمن لمستقبلك من 1000 فدان تملكهم. وخير املا، العمل الصالح خير املا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. اوعى ترجع بعد رمضان، اوعى تفسد اللي انت عملته في رمضان او تضيع اللي انت عملته في رمضان او تهد اللي انت عملته في رمضان بعد رمضان. اخواني في الله كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. كن ربانيا، اوعى الشحنة اللي جت في قلبك في رمضان تروح، اوعى الشعلة اللي انتقدت في قلبك في رمضان تطفي. كن ربانيا. خدوا بالكم يا اخواني، كل من اراد ان يثبت على دين الله، كل واحد عايز يزيد في الدين، كل واحد عايز جنة الطاعة اللي ربنا دخلها لنا في رمضان ما يتحرمش منها طول السنة، فليلزم الصحبة الصالحة، فليلزم بيت الدين، فليلزم بيت الصحبة الصالحة. هو ايه اللي وصل الوليد بن المغيرة لمرحلة سأصليه سقر غير صحبته لأبو جهل؟ هو ايه اللي وصل ابو طالب لمرحلة في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه حتى يسيل مخه على قدمه غير صحبته لصمد قريش؟ هو ايه اللي وصل الوليد لمرحلة سلاسله على الخرطوم غير صحبته لابو لهب وعقبة بن ابي معيط؟ هو ايه اللي وصل الناس لجهنم غير الصحبة السوء؟ اللي ضيع الناس غير الصحبة السوء؟ اللي جرع الناس على معصية ربنا غير الصحبة السوء؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى، عايز ربنا يفتح عليك، عايز ربنا يثبتك، عايز ربنا يملى حياتك بالطاعة، عايز الحاجة اللي لو جت في حياتك باقي حياتك كلها هتبقى على مراد ربنا بإذن الله. لزوم الصحبة الصالحة، لزوم بيئة الدين، لزوم الصالحين، والبعد عن أي إنسان ينسيك ربنا سبحانه وتعالى. انقضى رمضان. إخواني في الله، من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. من المقبول فنهنيه. احنا كلنا قاعدين في مسجد واحد دلوقتي، فينا اللي فاز ب8 ابواب الجنه في رمضان ما نعرفش هو مين، واللي ما فازش ولا باب ما نعرفش هو مين. فينا اللي اعتقت رقبته من النار، وقد يكون فينا اللي ما اعتقش من النار. فينا دلوقتي اللي فاز بليله القدر 83 سنه عباده اضافوا
مين اللي يسبقك؟ مين اللي يحصلك؟ فينا ناس فازت، فينا ناس فازت وقفزت في ميزان حسناتها، وفينا ناس راحت عليها هذه المواسم. مين فينا اللي قبل نهديه، ومين فينا اللي طرد، ومين فينا اللي ما فازش، ومين فينا اللي ضيع الفرصه؟ مين عايز تعرف ربنا قبلك ولا لا؟ عايز تعرف ربنا قبلك ولا لا؟ شوف انت اتغيرت ولا لا؟ انت اتغيرت ولا لا؟ يا جماعه الدين لما كان بيدخل في حياه الصحابه كان بيغير كل حاجه في حياتهم. عمر بن الخطاب بعد ما كان بيمسك الكرباج ينزل على ظهر جاريه بني المؤمن يجلدها في اول الدعوه وما يسيبهاش الا لما ايده تقف ما عادش قادر يجلدها. عمر بن الخطاب لما كان يجيب مكاوي الحديد ويحطها قدام عينين سنديره الجاريه لغايه ما تعمى بصرها. عمر بن الخطاب اللي كان يأيد ويربط اخته فاطمه بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد لما عرف انهم اسلموا. عمر بن الخطاب اللي كان عايز يقتل النبي عليه الصلاه والسلام ينزل الدين على قلب عمر. يشاء الله ان عمر يسلم. اول ما يسلم يعمل ايه؟ يقول من اكثر اهل مكه حديثا، من اكثر واحد كلمني في مكه، اكثر واحد نقل كلام مين؟ فلان. يقول انا اسلمت. تروح قول للدنيا كلها من اكثر من كان عدو رسول الله، من اكثر واحد كان عند النبي. ابو جهل يروح يخبط على باب ابو جهل يفتح يقول له مرحبا يا ابن العم. يبقى لماذا جئت؟ يقول له جئت لمعلومك اني اسلمت. ينزع النار في وشه ويقول قبحك الله وقبح ما جئت به. عمر بن الخطاب لما الدين دخل قلبه حياته اتقلبت وقلبت الدعوه في مكه كلها ونزل مع الصحابه في الحرم ليعلن بالاسلام. انت الدين لما دخل في حياتك غير ايه؟ غير ايه في حياتك؟ ابو بكر لما الدين دخل في حياته في اول يوم دعا 6 من 10 المبشرين بالجنه. الانصار اهل المدينه عارفين سبب نزول سوره المطففين؟ سبب نزولها ان اهل المدينه كانوا اخبث الناس كيلا، كانوا بيغشوا في الميزان، كانوا اسوأ ناس بيغشوا في الميزان. لما جه الدين ونزلت سوره المطففين عليهم بقوا اعظم اهل الارض امانه. يعني ده بسبب الدين غيروا. مكه اتفتحت يوم 20 او 21 رمضان، فاول شوال كان خرج منها 2000 مجاهد يجاهدوا في سبيل الله في غزوه حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين قلبهم، الدين غيرهم. الدين خالد بن الوليد اسلم بعد 4 شهور، كان قائد في مؤتة بقى قائد جيش من جيوش الاسلام في 4 شهور. انت بعد التزامك من 4 شهور، انت بقى فينا ناس بقى لها سنين بتدخل الجامع. ايه اللي اتغير فيك؟ الدين قلب فيك ايه؟ الدين غير فيك ايه؟ ابو سفيان بعد حربه لله، بعد حربه للاسلام، لما اسلم بعد موت رسول الله فقد عينيه الاثنين في معركه يرموك وهو يجاهد في سبيل الله. هند بنت عتبه اللي الرسول اباح دمها لما دخل مكه، هند بنت عتبه لما بالليل شافت الصحابه بيصلوا في الحرم قالت ما رايت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم، وراحت حطمت الوثن اللي كان في بيتها وقالت لقد كنا معك في غرور، وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما كان اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك، وما صار اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. انقلاب يا جماعه. الدين قلب الناس، الدين غير الناس. الدين غير فيك ايه؟ رمضان غير فيك ايه؟ القران غير فيك ايه؟ عايز تعرف انت قبلت ولا لا؟ شوف انت اتغيرت ولا لا؟ شوف انت اتغيرت قد ايه؟ شوف ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي اتغير في ليلك؟ ايه اللي اتغير في الارض؟ ايه اللي اتغير في شكلك؟ ايه اللي اتغير في حياتك؟ ايه اللي اتغير في اخلاقك؟ ايه اللي اتغير في ذكر لسانك لله؟ ايه اللي اتغير في خشوع قلبك في صلاه الجماعه وانت بتسمع كلام الله؟ من المقبول فنهديه ومن المطرود فنعزيه. انقضى رمضان فماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ لو جالك 95 دكتور قالوا لك الاكل ده مسمم، اللي هياكله هيتقتل هيموت، و5 قالوا لك يا عم كله ما يهمكش، لو انسان عاقل يسمع كلام مين؟ الوقت يا جماعه لو كل الناس قالت لك لازم تخاف، في حاجه اسمها اخره، كل الدعاء حذروك، كل الدعاء قالوا لك لازم نخاف، لازم نشتغل، والبعض قال لك يا سيدي ان الله غفور رحيم، يا عم ما يهمك، تسمع كلام مين؟ العاقل يسمع كلام مين؟ قال تعالى
التفت الساق. ليه مش التفت القدم بالقدم؟ ليه مش التفت ليه الساق؟ الساق الصوت اللي بيساق اليه البضاعه من كل مكان، الساق اللي بتسوق الانسان في طريق الخير او طريق الشر. فالانسان ساعه الموت هو طول عمره هو اللي سايق لطريق الخير او طريق الشر. النهارده الى ربك يومئذ المساق، انت اللي هيتساق بيك من النهارده. خلاص انزل، زي انت ماشي بعربيه على الطريق يوقفك حمله انزل، خلاص ما عدتش انت اللي هتسوق، انت هيتساق بيك على حسب الطريق اللي انت كنت ماشي فيه ومكمل فيه. التفت بالساق بالساق علامه العجز. خلاص من النهارده ما عادش هيسوق، من النهارده ما عادش له تصرف، من النهارده سيق الذين اتقوا، من النهارده سيق الذين كفروا. خلاص هو اللي مصاب بيه على حسب الطريق اللي كان ماشي فيه. انت عايز يصاب بيك الى فين؟ اللي انت هتصوب نفسك في الدنيا اليه هو ده اللي هيصاب بيك اليه يوم القيامه. قال تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاي من اقصى المدينه مكان العباده والخلوه، نزل راجل يسعى. المفروض لما نزل من فتره العباده عمل بطوله ربنا خلتها في القران. انت جاي من رمضان هتعمل ايه؟ بعد رمضان المفروض تخرج من رمضان راجل، تخرج من العباده راجل، تخرج من فتره رمضان رجل يسعى. راجل بيسعى، راجل بينتهك طاعه ربنا. عايزين نشوفك رجل يسعى، يسعى صلاه الجماعه، يسعى الى كل دعوه لله، يسعى في كل ما يرضي الله، يسعى في كفاله الفقراء وكفاله المرضى. رجل يسعى. هي دي ثمره رمضان، ان الامه تبقى رجال، ان الامه تخرج من رمضان رجال. هترجع بعد رمضان تاني ليلك ميت مفيش قيام، هترجع بعد رمضان تاني المصحف يتحط عليه التراب ويركب، هترجع بعد رمضان تاني تشكو من قسوه القلب، هترجع بعد رمضان تاني تبعد عن عباده ربنا، هترجع بعد رمضان تاني للمعاصي اللي تغضب ربنا، هترجع بعد رمضان تاني. هنرجع تاني يا اخواني، هنرجع تاني. انت دلوقتي صفحه بيضاء، هتملى هذه الصفحه بايه؟ هتحط في هذه الصفحه ايه؟ ماذا ستفعل في هذه الصفحه؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستملأ فيها؟ اخواني ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان ناوي على ايه؟ بعد رمضان هتعمل ايه؟ بعد رمضان عزمتك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ انقضى رمضان. رساله لكل من قصر في العباده في رمضان، رساله لكل واحد مش راضي على مجهوده في رمضان. ابشر بفرج الله، مواسم الطاعه في الدين لا تنتهي، كلها اسابيع وهندخل في 10 ذي الحجه، افضل ايام الله. الصالح يستعد لها دلوقتي، كلها اسابيع وهندخل في موسم الحج. يا جماعه مواسم الطاعه لا تنتهي. احنا في الست من شوال، ايام شوال اللي الصيام بيقدم صيام الظهر في ميزانك. مواسم الطاعه لا تنتهي. قوم عوض، قوم ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه. قوم، كل واحد لازم يقوم لله قوما. اول حاجه ربنا قالها للنبي: قوم يا ايها المزمل قم، يا ايها المدثر قم. قوم، لازم كل واحد فينا قلبه يتنفض ويفوق ويفهم ان الدنيا دي هتخلص ويقوم يتدارك ما فاته ويعزم ان حياته كلها الجايه مش هتبقى بغفله الايام اللي فاتت. لازم كل واحد مننا يستيقظ. قوم. الثلاثه اللي ربنا فتح لهم الصخره، الاولاني قال انا كنت بر بامي وابويا يا رب، ربنا فتح له جزء. الثالث قال انا كنت امين مع الخلق يا رب، ربنا فتح له جزء. الثاني قال له انا قمت يا رب، اللهم انه كانت كلمه عم لما وضع عن نفسها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. قال ايه؟ قال فقمت من عليها وهي احب الناس اليك. قوم على كل معصيه في حياتك حطمها، قوم على كل حاجز بينك وبين ربنا حطمه. قوم لله. قوم. لو رمضان ما قومكش ايه اللي هيقومك؟ لو بعد رمضان الامه ما عملتش ربنا، امال امتى هتقوم لله سبحانه وتعالى؟ سيدنا العباس
سيدنا العباس والنبي عليه الصلاه والسلام راح يفتح مكه، والعباس ما كانش هاجر للنبي، والهجره كانت فرض، والنبي راح يفتح مكه. النبي عليه السلام الجيش اتهيأوا انهم رايحين هوازن مش ناحيه مكه، وقبل مكه بكذا كيلو النبي عليه الصلاه والسلام حافظ على مكه، واصبح خلاص كل الجيش عارف ان احنا رايحين نفتح مكه، بس بعد ما بقى مفيش اي وقت ان مكه تدرك نفسها، وقبل مكه ب6 كيلو يقرر العباس انه يخرج مهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رايح مهاجر يقابل جيش المسلمين على مشارف مكه ب6 كيلو، ويلحق ثواب الهجره في اخر لحظه، ويبقى اخر مهاجر الى الله قبل ما الرسول يقول لا هجره بعد الفتح. لحق في اخر لحظه. ما تعرفش هتلحق ايه، ما تعرفش ربنا يفتح على ايدك بايه. سيدنا ابراهيم قال لله الارض كلها اتغيرت، هاجر قامت تسعى بين الصفا والمروه، تاريخ الجزيره العربيه كله اتغير. ما تعرفش ربنا هيفتح بوابتك ايه، ما تعرفش ربنا يفتح بايدك ايه. سيدنا علي بن ابي طالب كان مريض طريح الفراش، ما بيقدرش يتحرك في خيبر، فقال لما الرسول تحرك الى خيبر عليه الصلاه والسلام فقال انا اتخلف عن رسول الله، شالوه عشان يودوه، فاذا به الذي فتحت على يديه خيبر. ما تقولش انا هعمل ايه، ما تعرفش ربنا يفتح عليك بايه. ممكن تكون اضعف واحد، ممكن تكون اقل واحد في المسجد كله بيقدر يتكلم، بس انت اللي الفتح يجي على عينك، وانت اللي عطاء ربنا يتنزل عليك، وانت اللي ربنا يختارك. ما تعرفش. كان في عبد اسود جه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل فتح الحصن الثاني في خيبر، قال له يا رسول الله انا عبد اسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي، ماذا لي اذا اسلمت؟ ربنا يديني ايه لو انا اسلمت؟ ربنا يعمل ايه لو انا اسلمت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه. العبد الاسود تاثر ودخل وقتل في فتح الحصن الثاني في خيبر. يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حسن الله وجهك وكثر الله مالك وطيب الله ريحك. دخل الجنه ولم يسجد لله سجده. قام في اخر لحظات في حياته قام ولحق يا من فاتك رمضان، يا من لم ترضى عن دينك حتى الان. ما حدش ييأس يا جماعه، ما حدش يعرف ربنا هيفتح عليه قد ايه. انوي لله نية صدق انك هتعيش لربنا ولدين ربنا ولطاعة ربنا، جدد توبة صادقة مع الله، وما تعرفش غلطك دي ربنا يفتح بيها ايه عليك. ما تعرفش. ضمر بن جندب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم في مكة لما جت الهجرة ما هاجرش. في بعض الصحابة شغلوا بدنيتهم في مكة ما هاجروش، وبدأت تنزل آيات الترهيب من اللي ما هاجرش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمر بن جندب كان مريض، خاف صمم انه هو يهاجر، صمم انه يهاجر فورا. طب انت مريض السنة متروك، صمم انه يهاجر فورا، وهاجر وهو محمول. وعند التنعيم يعني على مشارف مكة مات ضمر بن جندب. فنزل قول الله ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. لحق في اخر ساعات في حياته، لحق في اخر. لو كان مات في مكه كانت بقت مصيبه، كان مات وهو ممتنع عن الهجره رسول الله. لحق في اخر لحظات في حياته. قوم لربنا، قوم لله سبحانه وتعالى، قم قوما لله. يا من فاتك رمضان لا تيأس، ابشر بفرج الله سبحانه وتعالى. مواسم الطاعه لسه كتير ربنا يطلع عمرنا على طاعته يا رب. مواسم الطاعه لسه كتير. بدل مصيبه الموت ما جاتش، ربنا سمى الموت مصيبه ليه؟ لان صحيفتك بتتقفل فيه. هو في مصيبه اكتر من ان رصيد حسناتك يتقفل خلاص ما عادش في حسنات هتضاف؟ هو في مصيبه اكتر من ان لسه في ذنوب في الصحيفه ما لحقتش انك تتوب منها؟ هو في مصيبه اكتر من كده؟ بدل الروح لسه في الجسم والشمس ما طلعتش من المغرب، ابشر وقوم، وربنا سبحانه وتعالى هو الفتاح. وانقضى رمضان
وانقضى رمضان. رسالة لكل من اجتهد في رمضان، لكل من أقبل على الله في رمضان، لكل من أطاع الله في رمضان. اوعى تريح، اوعى تختار من الطاعة اللي انت عملناها. المؤمن إذا ارتاح غفل، النعيم لا يدرك بالنعيم. قال تعالى: فإذا فرغت فارتاح فانصب، فإذا فرغت فانصب. خلصت رمضان يلا على بعده، ما تريحش. كثير من الناس يجي يقول: انا لما بعمل طاعه كبيره بقع في معصيه كبيره بعدها، او بقع في فطور كبير بعده. ممكن بعد رمضان اعمل معصيه اكبر من اللي كنت بعملها قبل رمضان. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ريح، فالشيطان هاجم عليه. ما تخرجش من حصن الطاعه ابدا، خليك من طاعه لطاعه، لانك لو خرجت من حصن الطاعه نص ساعه تفتح الشيطان هيهجم عليك. اوعى تريح. النبي عليه الصلاه والسلام اول غزوه غزاها رسول الله كانت غزوه ايه؟ غزوه ايه؟ بدر كانت الغزوه رقم 5 في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبلها الابواء والبواط وصفوان والعصيره. الغزوه رقم 5 في غزوات رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول لك بعدها غزوه احد. احد كانت الغزوه رقم 11 في غزوات رسول الله. الرسول ما كانش بينام، ما كانش بيقعد عليه الصلاه والسلام، ما كانش بيرتاح. بعد احد يقول لك الخندق الغزوه رقم 16 في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد النبي وهو مطلوب من مكه ورايح الطائف على رجليه، لا يمر على قبيله الا دعاها الى الله ويردوا عليه برد سيء، وبرضه يروح للقبيله اللي بعدهم ويظل هكذا حتى يصل الى الطائف. يفضل 9 ايام يدعو فيهم الى الله حتى يخرجوا وراءه ويردوهم قدميه بالحجاره. عليه الصلاه والسلام يخرج من الطائف برضه يدعو اللي بيمر عليه، يمر على عداس يدعو الى الله. يجي وقت الليل يقف يقوم الليل، ما بيقفش عليه الصلاه والسلام، ما بيقفش. وقبل موته باسبوعين عليه الصلاه والسلام تعجز قدم النبي عن ان تحمله في الصلاه فيصلي جالسا عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام وقبل موته باسبوع، ب5 ايام، باسبوع وهو خارج يمرض في بيت السيده عائشه في اخر 7 ايام في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل بن العباس وعلي بن ابي طالب ساندين النبي عليه الصلاه والسلام من ايديه الاثنين، والنبي تخط رجلاه في الارض، رجليه بتزحف في الارض، ما علمش رجليه قادره تشيل جسمه عليه الصلاه والسلام. ليه؟ رجليه اللي مشي بيها آلاف الكيلومترات في الجهاد في سبيل الله، اللي صلى 123 سنة قيام ليل حتى تفطرت، اللي اترمى فيها بالحجارة من أبو لهب في منى ومن المشركين في الطائف. رجلين النبي عليه الصلاة والسلام بعد 23 سنة كفاح وجهاد ما علمش قادرة تشيل جسد الطاهر عليه الصلاة والسلام. أنت عايز تبقى مع النبي في الجنة بإيه؟ إيه اللي أنت تبقى بيه مع النبي في الجنة؟ رجليك اتفطرت من القيام زي رجليه، جنبك اتخطط فيك الحصير من الزهد زي جنبه عليه الصلاه والسلام، بطنك اتربط عليها الحجر زي بطنه عليه الصلاه والسلام. عايز تبقى معاه في الجنه بايه؟ بايه؟ ربنا يرزقنا رحمته الواسعه يا رب. عايز تبقى مع النبي في الجنه بايه؟ عملت ايه من عمله النبي؟ عشت على طريقه ازاي؟ عملت ايه في ليلك من اللي عمله في ليلك؟ عشت حياتك زي ما عاش؟ عايز تبقى مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل واحد من اعمال صحابه رسول الله لو اتوازن باعمال الامه الوقت عمل الصحابي يزيد على اعمال الامه. مسكت خالد بن الوليد 9 سيوف في ايديه يوم مؤتة وهو بيحارب الروم. سيوف الروم العرب ما كانوش يعرفوا اصلا ايه السيوف دي. سيف ينزل على سيف العرب المسلم يكسر السيف. ايه الاسلحه بتاعتهم دي؟ التسليح ده اتكسر في ايده 9 سيوف يوم مؤتة ولسه واقف صامت وبيحارب. لو جبت كل اعمال حياتك وحطيتها جنب العمل ده من خالد بن الوليد يوزن العمل ده. لو جبنا كل اعمال اللي في المسجد وحطيناها جنب نوبة سيدنا علي بن ابي طالب ليله الهجره مكان رسول الله يوزن عمل واحد من اعمال صحابه رسول الله. الامه مش عارفه تعمله دلوقتي، الامه مش قادره تعمله دلوقتي. مين فينا يقدر يرمي التمرات ويقول ده انا عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله؟ مين فينا ممكن يصلي قيام ليل يترمى في سهم ينزعه ويكمل الصلاه وهو مستعد يموت وهو بيصلي من شده حبه في الصلاه؟ مين فينا
يقول كلمة معاذ بن عفراء لما كان بيطلع كل المال اللي بيجيله صدقة لله، مراته كلمت قرايبه عشان يكلموه، انت ليك عيال وليك بيت، وفر حاجة لبيتك. قال له أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. مين فينا يقدر يعمل اللي عملته أسماء بنت أبي بكر وهي حامل في الشهر التاسع، تطلع تمشي كذا وتطلع جبل لغاية ثور ساعة ونص في الطلوع والنزول وساعة ونص في النزول، وتطلع عشان تودي الطعام للرسول عليه السلام، وبعد كده تهاجم 500 كيلومتر وهي حامل في الشهر التاسع وتالت على ابواب المدينه المنوره. مين من نساء الامه ممكن تعمل فعل الاسماء ده؟ ايه؟ مين؟ الامه دلوقتي تقدر تعمل اللي عمله الصحابه؟ تقدر تطلع للمستوى اللي طلع عليه الصحابه؟ لازم النماذج دي تخرج فينا، لازم نتغير يا اخوان. عايزين نبقى معاهم في الجنه واحنا مش زيهم ازاي؟ عايزين نبقى معاهم في الجنه واحنا ما مشيناش على طريقهم ازاي؟ الكلام ده لا يحبط ولا يعطل، الكلام ده يحثك انك تبقى زيهم. ايه اللي منعك؟ ناس عاشت لربنا، ناس تابت من معصيها، ناس عاشت في هم الدين لنصرة الاسلام، ناس كان القيادة احب اليها من الدنيا وما فيها. ما تبقاش كده ليه؟ ما تمشيش على الطريق ليه؟ ما تمشيش على طريق الدين ليه؟ ما تعيش وسط صحبة الدين والايمان ليه؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ الدين مش معجزة يا جماعة. الصحابة النبي خدهم من بين اقدام اللات والعزى وعلمهم الدين، والدين تأثيره رهيب. لما عرفوا دين ربنا كل حاجة اتغيرت في حياتهم. رمضان انقضى رمضان ورمضان ينقضي. اقول لكم بأي عيد نفرح؟ احنا دلوقتي واحنا قاعدين 500 امرأة مسلمة مسجونة في سجون اليهود. امرأة واحنا قاعدين 80% من لاجئين العالم مسلمين، والمنصرين شغالين عليهم مستغلين فقرهم. الصحابة كانت مثل هذه الايام عندهم سنة 2 هجرية راجعين من غزوة بدر منتصرين، مثل هذه الايام سنة 5 هجرية راجعين من بني المصطلق منتصرين، مثل هذه الايام 8 هجرية مكة لسه مفتوحة ومنتصرين. كانت ايام انتصارات. الان الامه وضعها ايه؟ الامه دلوقتي عامله زي في غزوه الاحزاب، لما الصحابه اللي حوالين النبي 3000 لقوا 10,000 واحد بينهم وبينهم 4 متر ونص اللي هو عرض الخندق. تخيل انت بينك وبين 10,000 سيف من سيوف الكفار او مدفع من مدافع الكفار 4 متر ونص، ما انتش قادر تقوم تروح تمضي حاجتك، احسن تقوم بسهم يقتلك. تخيلوا 2300 واحد مشوا من حوالين النبي عليه الصلاه والسلام، وفي روايه 2700 واحد، وفضل حوالين النبي 300 واحد عليه الصلاه والسلام. الامه كده دلوقتي، الامه هربانه من الجنديه دين الله، الناس هربانه من دين ربنا، الناس هربانه من مسؤوليه الدين، واللي واقفين يدافعوا عن دين ربنا قله. ولازم ان الامه تستيقظ دلوقتي، لازم الناس اللي نفر الدين ترجع تاني. انقضى رمضان وستنقضي الدنيا كلها، انقضى رمضان وسينقضي العمر كله. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله،
وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، انقضى رمضان. مشاهد النهاية في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيجيب مشاهد النهاية في القرآن عشان يحسسك انك من الوقت تعيش مع مشاهد نهاية الأرض، مشهد لحظة نهاية الأرض اللي ربنا بيقول عليه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته لما ربنا بيقبض روح إنسان معناه إنه مات. لما الأرض تقبض يبقى الأرض هتنتهي، هتبدل الأرض غير الأرض. ليه ستبدل الأرض؟ الشمس دلوقتي على بعد 93 مليون ميل. الشمس مين يقدر يقف في حرها؟ طب لو قربت كذا مليون ميل كمان، الزرع اللي على الأرض يتحرق. لو قربت كمان المية تتبخر. لو قربت كمان المعادن بتاعت الجبال تنصهر. لو قربت كمان الأرض تبقى عاملة زي فرن الحديد. الأرض ما تستحملش الشمس يوم القيامة. الشمس يوم القيامة بتبقى على بعد ميل، مش 93 مليون ميل. تبدل، تنتهي. امال احنا هنبقى فين؟ هنبقى على أرض تانية اسمها الساهرة. ليه اسمها الساهرة؟ الإنسان لما يسهر معناه إنه مش عارف ينام. 50,000 سنة من غير نوم. 50,000 سنة مفيش ساعة راحة في النص. 50,000 سنة مفيش سنة في النص وقفة استراحة من الحساب. 50,000 سنة متواصلة. ماذا أعددت ليوم القيامة؟ ماذا أعددت لعطش القيامة؟ ماذا أعددت لجوع القيامة؟ ماذا أعددت لحر القيامة؟ ماذا أعددت لانتظار القيامة؟ ماذا أعددت للعرض على الله؟ ماذا أعددت للحظة عبورك على الصراط؟ ماذا أعددت لذلك اليوم؟ الساهرة اسم الأرض اللي الناس هتتحاسب عليها. الصحراء لما تكون مرعبة يسموها الساهرة، لأن المفروض إن الناس اللي يدخلوها ما يناموش على ما يعدوها. مفيش نوم من شدة الأهوال، مفيش نوم من شدة المخاطر، مفيش راحة. لذا بعض السلف سمى جهنم بالساهرة، لأن أهل جهنم لا ينامون من العذاب والعياذ بالله. مشهد نهاية الأرض، مشهد نهاية السماوات. والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات. مطويات ده انا لما امسك المنديل ده واطويك الاول حاجه ما هيش حاجه بالنسبه لقوتي. ربنا يطوي السماوات السبع دقايق. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه القوه دي فعلا والله؟ وما قدر الله حق قدره. مش عارفين صفات ربنا، مش عارفين جلال ربنا، مش عارفين ربنا قادر قد ايه، مش عارفين من هو الله. احنا بنعبد اله مش عارفينه، احنا بنعبد اله مش عارفين قوته وصفاته وجلاله وعظمته. مش عارفين ربنا قادر قد ايه، مش عارفين ربنا مهيمن قد ايه، مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى عظيم قد ايه. احنا عارفين اسماء الله بس مش عارفين المعاني اللي فيها والجلال اللي فيها. سبحان الله الجميل. ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يسمع صريف اقلام كتاب القدر من الملائكه وهو فوق سدره المنتهى. ليه؟ لو شفت اللي بيتكتب فوق، اسماء اللي هيمرضوا واللي هيروقوا، اسماء اللي هيتولدوا واللي هيموتوا، اسماء اللي هيفتنوا واللي هيفتقروا، ونزلت الدنيا وشفت اللي بيحصل، هتذهل ان مفيش حاجه خرجت عن قدر الله. مفيش اسماء. لو شفت اللي اتولدوا وماتوا النهارده، واللي رقوا برضه النهارده، واللي اختاروا ورزقوا، واللي افتقروا وخسروا النهارده، هتذهل قد ايه ربنا مهيمن على الارض، قد ايه ربنا مهيمن على مقدرات حياتك. والسماوات
مطويات بيمينه. آية العبر لما ملك يبني قصر عظيم ما يهونش على انه يهده، ربنا السبع سماوات دول يطويهم. سبحان ربنا، ما فيش حاجه عزيزه على ربنا، ما فيش شيء عزيز. انت لو عصيته ما فيش عزيز عند ربنا في المعصيه. خاف ان ربنا يطويك زي ما طوى السماوات. خاف والسماوات مطويات، كانها كانت لوحه مليانه مشاهد لجلال الله واتقفلت. الفرصه راحت، الفرصه مش هتفضل، العمر اللي انت فيه مش هيفضل، الفرصه اللي انت فيها مش هتفضل. رمضان خلص كان فرصه وراحت، وعمرك فرصه هتروح. هتلحق ولا مش هتلحق؟ هتدرك ولا مش هتدرك؟ السماوات هتطوى والدنيا هتطوى وعمرك هيطوى. هتلحق ولا لا؟ الفرصه مش هتفضل مفتوحه على طول، هيجي لحظه هتلاقي نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه. مشاهد النهايه، مشهد نهايه ساعه المجتهدين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وهم في مواكب. مش اللي سايق بيك في المركب اللي انت راكبه، مش اللي سايق بيك ملك من ملوك الدنيا. ده انت لو ملك من ملوك الدنيا قال لك انا سلك، يبقى انت ايه؟ ده اللي سايق بيك ملك من ملائكه الرحمن، ملك من ملائكه الرحمن. وانت رايح الجنه وقاعد تشم عطور الجنه من وانت لسبعين، واعضائك نورت من اثر العباده فيها، ورايح اخيرا هتشوف ثمره تعبك، اخيرا هتشوف ثمره حياتك، اخيرا بعد ما عرفت في قيام الليل، بعد ما تعبت في الصيام يوم بعد ما تعبت وجاهدت في قرايه القران، بعد ما تعبت في حضور الدروس، بعد ما تعبت في البحث عن الصحبه الصالحه، بعد ما صبرت في البعد عن الشهوات والمعاصي، اخيرا وصلت الجنه، اخيرا على باب الجنه، اخيرا ما عادش بينك وبينها حاجه، وفتحت ابوابها. 8 ابواب بيتفتحوا، كل باب وراه مشاهد نعيم وزينه غير الثاني، كل باب خارج منه روائح وعطور غير الثاني. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. طبتم خلاص. المريض لما يروح يتقال له طبت، رقتوا من شهوات الدنيا، رقتوا من امراض الدنيا، رقتوا من امراض قلوبكم. انت هتطيب، انت هتروح، انت هتشفى. هتطيب في الدنيا بعد ما تجاهد بطاعة ربنا، ولا مش هتطيب غير لما يشدد عليك قلم النار، ولا مش هتطيب غير لما يغلق عليك قبرك ويضيق عليك، ولا مش هتطيب غير مع اهوال القيامه، ولا مش هتطيب غير زي سمكه الذهب المخلطه اللي لما تتحط على النار يصفى الشوائب ويخرج الذهب الخالص. هتطيب انت، مش هتدخل الجنه لما تطيب، مش هتدخل الجنه لما قلبك يطلب بالكامل. الجنه طيبه ولا يدخلها الا من كان مثلها طيب. طبتم فادخلوها. مفيش دخول الا لما تطيب. اللي مش هيطيب في الدنيا هيشدد عليه في الاخره حتى يطيب، اللي مش هيطيب كل ده هيدخل جهنم حتى يطيب. يا جماعه ليه لا يمكن طبتم دي لوحدها تخليك فاهم هدف حياتك انك تطيب، ان قلبك يطهر، ان قلبك لما الثمره تطيب، لما الثمره على الشجر يطيب، معناه ان كلها جاهزه للاكل خلاص، مفيش فيها حته مش مستويه، مفيش حته في قلبك لسه الشهوات فيها، مفيش حته في قلبك لسه فاسده، قلبك اتملى معرفه لله سبحانه وتعالى. طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. خلانا ملوك في الدنيا نتبوأ من الجنه حيث نشاء، خلانا ملوك في الجنه نتبوأ. لما ملك يقعد على كرسي العرش على العرش يتبوأ الكرسي. ملوك في الدنيا وملوك في الجنه. عايزين ايه؟ دي قصه ناس كسبوا كل حاجه وفازوا بكل حاجه وساعدوا بكل حاجه. اخواني انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. اخواني لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. اوعوا تضيعوا اللي ملكوه في رمضان. اخواني كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الثبات بعد رمضان، الصحبه الصالحه بعد رمضان. اخواني من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. مين اللي تامن؟ اخواني
ربنا يطول عمر بعلاقاته. إخواني من اجتهدتم في رمضان إياكم أن تختاروا، فإذا فرغت فانصب. اوعى تريح، المؤمن إذا ارتاح غفل. إخواني لا تنسوا إخوانكم في الأرض، لا تنسوا ما يحدث للدين في الأرض، لا تنسوا إن المسلمين معذبين ومسؤولين في سكون الأمريكان واليهود. ما تنسوش إن فرقة منكم مسؤولية تجاه دين ربنا. اوعوا تنسوا إنكم مسؤولين قدام ربنا عن إخواننا اللي بيعذبوا في الأرض، مسؤولين قدام ربنا عن المعاصي اللي مالية الدنيا. إن الكرب اللي المجتمع فيه دلوقتي والبطالة والعنوسة والفقر والاكتئاب وأمراض الكبد والسرطان والأمراض والحر ونقص الثمار، كل ده بسبب إن احنا عدنا بنشوف المعصية ونسكت. ولن يرفع إلا لما الناس تعرف مسؤوليتها تجاه ربنا وتغير، ويبقى الناس إيجابيين في الدفاع عن حرمات ربنا سبحانه وتعالى. قبل أن أغادر مقامي هذا يعني أذكركم جمعية أصدقاء المرضى في هذه القرية اللي بدأت وهي جمعية صغيرة، بدأت فكرة بسيطة. ويعني الواحد كان يسمع من أحد إخواننا زمان كده إن هي لسه فكرة بسيطة مساعدة بعض المرضى، وكبرت وبقت جمعية. ربنا لما بيتقبل ما تعرفش أنت خطوة ومالكش دعوة، من تقرب إليه شبرا مالكش دعوة. ربنا بيفتح بعد كده، ربنا إن تقبل هو اللي هيفتح من عنده. ما تقولش أنا هعمل إيه، أنا هغير إيه، أنا هأثر في إيه. ما تعرفش ربنا هيفتح على إيدك إيه، ما تعرفش ربنا هيغير على إيدك إيه. ربنا عظيم وكريم سبحانه وتعالى. أذكركم بهذه الجمعية وأذكركم بالتبرع ليها. وطبعا من أهل المسجد جميعا وأهل البلد جميعا يعلموا يعني كيف يصلوا إلى هذه الجمعية، يعني من أجل التكافل، من أجل التراحم، من أجل إن إحنا زي ما كنا في العبادات في رمضان كويسين نبقى في الأخلاق كمان، نبقى في التكافل، نبقى في التراحم على أحسن ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أغثنا من ذنوبنا، اللهم أغثنا من الفتن. اللهم يا ربنا إن انقضى رمضان فأنت حي لا تموت. اللهم احفظنا من الشياطين، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم أنر قلوبنا بمعرفتك، اللهم زك نفوسنا يا رب. اعصم بطوننا من اكل الحرام، اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم السنتنا من النطق بالحرام، اعصم ارجلنا من السعي للحرام. اللهم تب علينا كلنا الان يا رب، اللهم تب علينا كلنا الان يا رب، يا من رحمتك واسعه في رمضان وغير رمضان. اللهم انا وقفنا على بابك نستغيث برحمتك، نلجا الى جلالك. اللهم ثقلت علينا ذنوبنا، اللهم كثرت علينا خطايانا، اللهم اسودت صحائفنا، اللهم فسدت قلوبنا، ولا امل لنا الا فيك، ولا رجاء لنا الا فيك. اللهم انزل بركاتك على اهل هذه القريه، اللهم انزل رحمتك على اهل هذه القريه، اللهم انزل هدايتك على قلوب اهلها جميعا. اللهم اخرج من هذه القريه دعاة وداعيات وعباد وعاملات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات. اللهم اجعلها ارضا طيبه مباركه طيبه يا رب العالمين. اللهم انزل الهدى في جذر قلوب رجالها ونسائها واطفالها وشبابها وفتياتها. اللهم امين، اللهم امين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واستعملنا لنصرة دينك في الارض، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الله اكبر، الله اكبر.